اولا، السلام عليكم. انا زيفز. وقبل ما ابتدي احب اقول لاي حد يقول لي اوبا ده انت بعت مبادئك وبقيت تراجع افلام عرب اهو عشان خاطر الفيوز والسبسكرايبرز. احب اقول لك اه انا كلب فيوز. انا كلب فلوس، بحب الفلوس قوي. لفيت ودرت شفت وعرفت رحت وسافرت ساعت ومدحتنا في مرة. لف ودوران هو فيلم رومانتك كوميدي او كوميديا على رومانسيه، من اخراج خالد مرعي اللي معروف بافلام زي تيمور وشفيقة وفيلم بلبل حيران وعسل اسود، ومن تمثيل احمد حلمي، دنيا سمير غانم، وبيومي في كل فيلم فؤاد. والقصة بتدور حوالين إن شخصية أحمد حلمي وعيلته ودنيا سمير غانم بيتقابلوا في شاليه واحد في شرم الشيخ بسبب ظروف معينة مش هحرقها لكم، بس بيضطروا يقضوا كام يوم مع بعض، والأحداث بتمشي من هنا. وكالعادة أنا هبدأ بالمزايا ثانية، ده فيلم عربي، اعدل. أيوة كده. المزايا بعديها العيوب، بعدها رأيي الشخصي عن الفيلم. وهبدأ بالمزايا. الفيلم بيضحك، ما اقدرش انكر اني ضحكت كذا مرة في الفيلم، والضحكات كانت بتتراوح ما بين خفيفة لمتوسطة، ومرتين أو ثلاثة ضحك بصوت عالي. أي نعم مش كل نكتة نجحت، وكان في نكت ضحكت ناس وناس لأ، بس الفيلم ككل ما كانش دمه تقيل. هل هو فيلم هيمرمطك ضحك وانت قاعد في السينما؟ لأ، بس هتضحك حبة حلوين. تاني ميزة كانت أحمد حلمي. شخصية أحمد حلمي نفسها خفيفة ولذيذة، ونجحت لما توظفت في الفيلم ده. وإذا كنت بتحب حلمي مش هيخيب ظنك، مش هيخيب ظنك قوي. تالت ميزة هي بيومي في كل فيلم فؤاد. أي حاجة الراجل ده بيلمسها بتتحول لدهب بعد تياترو مصر، بس بسهولة كان هو أحسن حاجة في الفيلم، وكل ما كان على الشاشة كان بيضحكني جدا. وأنا فاكر لما ظهر لأول مرة في الفيلم الجمهور اللي في السينما هيص تهيصة جامدة جدا، والراجل يستحقها بصراحة. كان هو بسهولة فعلا أحسن حاجة في الفيلم. آخر ميزة هي الفصل الثالث بتاع الفيلم. زي ما شرحت قبل كده الفيلم بيبقى متقسم 3 فصول. الفصل الثالث في الفيلم ده كان أقوى فصل، وهو اللي بيتجمع فيه دنيا وأحمد حلمي وبيتحبسوا على الجزيرة زي ما شفت في التريلر. وكان فيه شوية بناء للعلاقة اللي ما بين أحمد حلمي ودنيا سمير غانم مش وحش، والكيمستري أو الكيمياء اللي ما بينهم. لا، ما أقصدش الكيمياء دي، يا بنت حابب تفكري في الحاجات دي؟ أنا أقصد إن التعاملات ما بينهم كانت باينة إنها حقيقية مش مصطنعة أو متمثلة. ودلوقتي هدخل في العيوب. أول عيب إن الفيلم تقليدي جدا، وما بيجددش أي حاجة في بنية أفلام الرومانسية الكوميدية اللي هشرحها دلوقتي. هما اتنين بيقابلوا بعض، بعدها يكرهوا بعض، بعدها يعجبوا ببعض، بعدها تحصل مشكلة تفرقهم شوية، بعدها يرجعوا لبعض تاني. وعشان خاطر الكوميديا في كلمة أفلام الرومانسية كوميدية، رشلي شوية نكت بس حوالين الفيلم. فالفيلم ما حاولش يغير البنية دي اللي بقت مبتذلة قوي. تاني عيب إن كان فيه نكت كتير ما نجحتش. أي نعم أنا قلت إن الفيلم بيضحك، بس فيه نكت قلشت وقلشت جامد، وخلتني أبص للي جنبي وأقول ده حصل دلوقتي؟ إيه اللي حصل ده؟ تالت عيب هو عيب تقني شوية أو تكنيكال شوية، ممكن ما يضايقش ناس كتير بس أنا لاحظته ولازم أتكلم عليه، وهو الصوت. أولا مزج الصوت أو الساوند ميكسينج كان بايظ تماما في الفيلم ده، وفي كذا مشهد بالذات. وأقصد بمزج الصوت هو مثلا لما تيجي تمزج صوت موسيقى مع صوت حوار، فلو صوت الموسيقى ده أعلى من الحوار مش هتسمع الحوار كويس، ولو صوت الحوار أعلى من الموسيقى هتبان الموسيقى مزعجة وهتقلل من الجودة. والفيلم حصل فيه كده بالظبط. كان في مشهد صوت الموسيقى كان اعلى من صوت الحوار، وده خلاني ما افهمش معظم الكلام اللي اتقال. وبرده مشكله في الساوند ميكسينج لو مزجت حوارين مع بعض. ازاي؟ زي كده مثلا فوانا انا بتفرج على دلوقتي فيلم زي كده ابويا بتكلم دخل عليا وفي على وانا بتفرج صوتي على صوت شاهد وهو تاني. اي بيشاهد، نعم فقوم خافت، شايل الشاهد. بس بيشتت. وده اللي حصل في الفيلم بالظبط، وخصوصا في اول حته في الفيلم. وبمناسبه الصوت، كان في مشهدين، مشهد احمد حلمي ودنيا سمير غانم ماشيين على الشط، واخر مشهد في الفيلم الصوت اللي كان متركب على الصورة كان غريب جدا، وباين قوي ان هو كان متسجل وبعديها اتركب على الصورة. وبمناسبة الصوت والموسيقى، انا عارف ان ده عيب عبيط قوي بس ده منتشر قوي في الافلام العربي قديم وجديد، وهو انه يشغل لك موسيقى عشان يعرف المشاهد نوعية المشهد ايه.
زي مثلا لو كان مشهد كوميدي يقوم مشغل لك موسيقى لطيفة وكوميدية وتاتاتاراراتاتارا، ولو مشهد رومانسي يشغل لك موسيقى هادية وموسيقى رومانسية. وده عيب، لانه يا اما المخرج مستغبي المشاهد ومش واثق في انه هيفهم المشهد ده فلازم يساعده بالموسيقى دي، او المخرج مش عارف يوصل لك الاحساس ده بالمشهد والتمثيل فبيضطر يلجأ للموضوع ده. بس زي ما قلت دول عيبين بسيطين بس خلي بالك منهم. اما العيوب الكبيرة بقى اللي لقيتها في الفيلم، عيب زي القصة كانت اضعف قصة عملها حلمي بقاله فترة كبيرة. افلامه اللي فاتت، مش كلها بس معظم افلامه اللي فاتت، كانت احسن بكتير في الحتة دي، وغالبا بتكون ليها هدف او فكرة عايز يوصلها. انما ده لا، القصة ضعيفة ولما مؤاخذة في الكلمة تافهة. واخر عيب هو ان احمد حلمي ودنيا سمير غانم كانوا بيمثلوا زي احمد حلمي ودنيا سمير غانم. واقصد بكده ان ده ما يعتبرش تمثيل، ده يعتبر ان ايه اللي هيحصل لو احمد ودنيا اتحطوا في الموقف ده. وبمناسبة التمثيل، البنت دي انا مش عارف كان مالها، حسيتها فعلا اللي كل اللي اتطلب منها هو انها تقرا السكريبت بتاعها وهي قرفانه. ما حسيتش اللحظه منها انها بتمثل كويس. وخصوصا كان في مشهد على الشط وهي بتكلم حلمي، وهوبا مره واحده لقيت عينيها قاعده رايحه يمين شمال ومش مركزه، مش عارف بتبص على البحر ولا على الكرو بتاع الفيلم اللي ورا الكاميرا ولا ايه، مش عارف، بس كان مشهد عجيب قوي وفصلني جدا عن الفيلم. ودلوقتي هقول رايي الشخصي عن الفيلم. للاسف الفيلم ما حبيتوش قوي. انا ما بقولش ان انا كرهته او انه فيلم وحش، انما ده من اضعف افلام حلمي. مش اضعف بس من اضعف. وكنت متوقع اكتر من كده من حلمي وخالد مرعي، عشان فعلا عملوا افلام قبل كده حلوه ويقدروا يعملوا احسن من كده، وكنت خايب الظن شويه، يمكن عشان حطيت امل كبير في الفيلم، مش عارف. ولو الناس اللي بتتفرج ما تعرفش، انا ما بعملش ترقيم او ريتنج للفيلم، عشان زي ما قلت قبل كده في فيديو قديم ان ممكن 100 واحد ما يتفقش على الرقم اللي انا هحطه للفيلم. فاللي بعمله اني بقول لك المزايا والعيوب وبعدها رأيي الشخصي، وانت قيم بنفسك هل تشوف الفيلم ده ولا لا. شكرا لكل اللي اتفرج على الفيديو ويا رب يكون عجبكم. ولو مهتم بفيلم حسن الرداد الجديد، البس عشان خارجين، في يوتيوبر زميل جميل عمل ريفيو للفيلم ده، وهي قناة افلامي تي في، واحنا كنا متعاونين ان احنا نغطي اهم افلام العيد السنة دي. فشوف في الديسكريبشن لينك القناة بتاعته ويا ريت تعمل له سبسكرايب. هو بيقدم تحليل ممتاز للافلام. وبما انك هنا، دوس على الفيديو ده عشان تعرف مين هيمثل دور الشرير في فيلم باتمان الجديد اللي هينزل 2018، او الفيديو ده عشان تعرف المشاكل اللي دي سي عاملاها اللي ممكن تأذي صناعة السينما كلها. يا ريت لو عجبكم الفيديو تعمل لايك شير وسبسكرايب. كان معاكم أزايفز، السلام عليكم.